ازيكم يا شباب، معاكم احمد، والنهارده اول ليكتشر من ماده البروبابيلتي. هتلاقي في كل ليكتشر انا سايب لك الكونتنت اللي احنا هنشرحه في الليكتشر ده في الديسكريبشن، ومقسم لك الفيديو لاجزاء علشان اسهل عليك لو انت عايز تروح لجزء معين. اول حاجه احنا هنشرحها النهارده هي حاجه اسمها السيمبل سبيس، وبنرمز لها بحرف الاس. طيب ايه السيمبل سبيس ده؟ اديك مثال بسيط عشان تفهمه. دلوقتي لو احنا عندنا كوين، الكوين ده لما يترمي يا اما هيطلع هيد او هيطلع تيل. يعني يا اما هيطلع ملك او هيطلع كتابه. ما عندكش مثلا هيطلع اسم احمد، مفيش الكلام ده. هو لما ترمي الكوين يا اما هيبقى ملك يا اما هيكون كتابه. طيب الملك والكتابه دول مش دي الاحتمالات اللي انت لما ترمي كوين هتطلع لك؟ ما عندكش حاجه تانية هتطلع، هي دي كل الاحتمالات. فانت كده الاس عندك بتساوي، بنكتبها جوه كيرلي براكتس زي دي، اتش وتي. يعني الاس دي هي الاحتمالات اللي ممكن تطلع من الاكسبيرمنت اللي انت بتعملها. طيب مثلا لو انا مش برمي كوين، انا دلوقتي برمي زهر. طبعا الزهر بيبقى عندك من 1 ل6، كل جنب بيبقى عليه رقم: 1 2 3 4 5 6. فانت دلوقتي عندك كده الاس تكون بتساوي، انت عندك كام احتمالية او عندك ايه الاحتمالات اللي هتطلع؟ هم دول كل الاحتمالات اللي هتطلع. مش هينفع يطلع لك مثلا رقم 7. فكده الاس بتساوي 1 2 3 4 5 6. تقفل الكيرلي براكتس بتاعتك تاني. طيب احنا دلوقتي عندنا حاجه تانية اسمها الايفنت. تعالى مثلا نتكلم على مثال الظهر. هو مش الظهر بيطلع لك 1 2 3 4 5 6؟ مش احنا لسه متفقين ان دي الاس بتاعتنا؟ علشان هي دي كل الاحتمالات اللي ممكن تطلع، مفيش حاجه تانية ممكن تطلع. ما ينفعش مثلا يطلع رقم 7. طب انا دلوقتي لو قلت لك ان انا عايز الارقام الايفن بس، لما انا اقول لك ان انا عايز حاجه من السمبل سبيس زي مثلا الارقام الايفن اللي هي دي، ده بنسميه الايفنت. الايفنت بتاعنا دلوقتي ان احنا نجيب الارقام الايفن اللي هو يكون ايكوال عندنا الاربعه، الاثنين اسف، والاربعه والست. هو احنا عندنا ارقام ايفن تاني في الاس اللي هي السمبل سبيس بتاعتنا؟ لا، ما عندناش. هم دول بس ارقام الايفن اللي موجوده. طب انا لو قلت لك ان انا عايز الارقام الاود، مش عايز الارقام الايفن، طب كده ارقام الاود بتاعتنا هتكون ايه؟ طبعا انا عندي الارقام الاود اللي في السمبل سبيس هي الواحد والخمسه والتلاته. دول الارقام الفرديين، الاعداد الفرديه اللي موجوده عندي. فكده هيبقى الايفنت بتاع الاود بيساوي الواحد والتلاته والخمسه. طب انا لو عايز ايفنت دلوقتي الارقام الاكبر من التلاته، ده هيكون بيساوي ايه؟ ايه عندي الارقام الاكبر من تلاته اللي موجوده في الاس؟ الاربعه والخمسه والسته. كده نكتب الاربعه والخمسه والسته. ده الايفنت بتاعت الارقام اللي اكبر من تلاته. طب انا عايز الايفنت الارقام اللي اكبر من السته. هو انا عندي في الاس في ارقام اكبر من السته؟ لا، ما عنديش. يبقى الايفنت ده بيساوي ايه؟ فاي. مش بيساوي الزيرو، عشان الزيرو في حالتنا احنا في ماده البروبابيلتي عامه هو رقم. فما ينفعش اقول علشان الحاجه دي مش موجوده ان هي بتساوي زيرو. لا، هي بتساوي الفاي. طيب تعالى ناخد اكزامبل تاني على السمبل سبيس والايفنت. هنقول ان احنا عندنا زهره وكوين. انا هرمي اول مره الزهره لو طلعت لي برقم اقل من الثلاثه هرمي الكوين اللي معايا ده مره واحده. طيب لو طلعت لي برقم اكتر من الثلاثه هرمي الكوين ده مرتين. انا دلوقتي عندي زهره، لو الرقم طلع من 1 او 2 او 3 انا هرمي الكوين مره واحده، اللي هو يا اما هيطلع لي هيد او هيطلع لي تيل، اللي هو يا اما يطلع ملك يا اما يطلع كتابه. طيب انا لو هرمي الكوين ده، قصدي لو طلع لي في الدايس في الزهرة الرقم أكبر من 3، هو لو طلع لي 4 أو 5 أو 6، أنا هعمل إيه؟ أنا هرمي الزهرة مرتين. أول مرة ممكن تطلع لي يا إما اتش أو تي. طيب أنا هرمي الزهرة تاني، هرمي الكوين تاني. فلو أول مرة رميت الكوين طلع لي اتش، فتاني مرة ممكن تطلع اتش أو تي. طيب لو في أول مرة طلع لي تي، ممكن تاني مرة يطلع لي يا إما اتش أو تي. يعني ايه اللي انا عملته؟ تعال نقول تاني. انا لو طلع لي رقم من 1 ل3 هرمي الكوين اللي معايا ده مره واحده بس. فلما ارميه مره يا اما هيطلع لي في المره دي ملك او هيطلع لي كتابه، ده الطبيعي. طيب تاني مره، طيب لو الارقام دي طلعت لي اكبر من الثلاثه اللي هي 4 و5 و6، يا اما هتطلع لي ملك
تطلع لي كتابة. طيب خلاص أنا كده رميت الكوين مرة وطلع لي ملك أو كتابة. طيب مش المرة التانية ممكن تطلع لي ملك أو كتابة برضو؟ يعني هنفترض أنا دلوقتي رميت الكوين مرة وطلع لي ملك. طيب تاني مرة ممكن يطلع ملك أو كتاب عادي. طيب لو أنا في أول مرة طلع لي كتابة، مش ممكن تاني مرة يطلع لي ملك أو برضو كتابة؟ ما أنا مش عارف، هي 50-50، 50% كده و50% كده، أنا معرفش إيه اللي ممكن يطلع. تعالى كده نكتب بقى السيمبل سبيس بتاعتنا ونشوف السيمبل سبيس هتتكتب إزاي. أنا دلوقتي عندي أول حاجة ممكن تطلع، خلينا في الأرقام اللي أقل من التلاتة، يا إما الواحد يطلع مع الاتش يا إما الواحد يطلع مع التي. يعني أنا لو طلع لي رقم واحد لما رميت الزهرة في الأول وبعد كده رميت الكوين، ممكن الواحد ده يطلع مع الملك وممكن الواحد ده يطلع مع الكتاب. فكده السيمبل سبيس عندي هتبقى واحد مع الاتش مرة وواحد مع التي في مرة تانية. طيب تمام كده احنا خلصنا رقم واحد، نخش على رقم اتنين. مش اتنين برضو ممكن يطلع مع الاتش في مرة وممكن يطلع مع التي في مرة؟ عشان انا لما يطلع لي رقم اتنين في الزهرة مش ممكن يطلع لي بعد كده ملك او كتابة؟ انا مش عارف. فهتبقى السيمبل سبيس عندنا اتنين مرة مع الاتش واتنين مرة مع التي. طيب تعالى نكمل، ايه اللي بقى عندنا تاني؟ رقم تلاتة. مش تلاتة ممكن يطلع لي مرة مع كتابة وممكن يطلع لي مرة مع ملك؟ طبعا ممكن يطلع كده وممكن يطلع كده. يبقى تلاتة مع الاتش وتلاتة مع التي. هل كده احنا خلصنا السيمبل سبيس؟ لا يا باشا، احنا لسه عندنا 4 و5 و6. انت السيمبل سبيس هي كل الاحتمالات الممكنة اللي ممكن تطلع من الاكزامبل اللي انت بتعمله او من التجربة اللي انت بتعملها، ايا يكن التجربة دي هي ايه. ان شاء الله يكون عندك 100,000 اكزامبل، هي دي السيمبل سبيس. تعال نكمل الاربعة دلوقتي. الاربعة دي مش ممكن تطلع لي لما ارمي الزهرة؟ ممكن. طيب بعد لما الاربعة تطلع لي انا هرمي الكوين مرة، فكده اول رمية للكوين ممكن تطلع اتش. طيب مش هرمي الكوين تاني؟ يعني ممكن الاربعة دي بعد لما تطلع مع الاتش تطلع مع التي اللي هي مثلا مع الكتابة، وممكن تطلع الاربعة دي لما اول مرة يطلع لي اتش تطلع مع الاتش برضو عادي. رميت الكوين مرة طلع لي كتابة، رميت الكوين تاني طلع لي برضو كتابة. طب انا لو اول مرة لما ارمي الكوين اللي هي اول مرة دي اللي هي خاصة بالاتش والاتش طلعت لي اصلا تي ما طلعتليش اتش، عادي. تبقى الاربعة مع التي اللي هي اول رمية دي اللي طلعت لي، هيبقى باقي لي حاجتين، ممكن يا اما تطلع اتش يا اما تطلع تي. هنقول ان اول مرة طلعت لنا الاتش اللي هي طلعت لنا مثلا الكتابة، وتاني مرة اللي باقية هي التي. فده كده رقم 4. خلاص احنا كده خلصنا رقم 4. تعالى نروح هناك ونكتب الست بتاعتنا او السيمبل سبيس بتاعتنا. نكمل على دي. يبقى عندنا اول مرة 4 مع الاتش، بعد كده مع التي، بعد كده الاربعة مع الاتش ومع الاتش، بعد كده الاربعة مع التي ومع الاتش، بعد كده الاربعة مع التي ومع التي. كده احنا خلصنا خلاص رقم 4. خلصنا 1 و2 و3، بقى عندنا 5 و6. مش 5 و6 هيحصل معاهم نفس اللي حصل مع الأربعة؟ يعني أنا ممكن أجي هنا، دي حتة تشغيل دماغ، أنا ما بقولكش تعمل كده، بس أنت لو مستعجل مفيش مشكلة إنك تعمل كده، وآخد نفس الأربعة دول بس بدل ما أغير معاهم رقم 4 أحط رقم 5 وبعد كده أحط رقم 6. عادي. بس دي طبعا مش طريقة حل صح. احنا لما بنيجي نحل هنحل زي ما أنا هحل دلوقتي كده. ناخد الخمسة اللي هو رقم 5 ده ونشوف ايه اللي هيجي معاه. مش ممكن لما ارمي الكوين اول مره يطلع لي كتابه؟ خلينا نتفق ان الاتش علشان بس الموضوع يكون سهل دي الكتابه، وان التي ده الملك. مش ممكن لما الخمسه تطلع مع الكتابه اول مره كده الخمسه مع الاتش، وتاني مره تطلع برضو كتابه عادي.
طيب ال5 مش ممكن تطلع مع الاتش اللي هي الكتابة؟ ممكن تطلع أول مرة مع الكتابة، وتاني مرة تطلع معها الملك. طيب ال5 مش ممكن في أول رمية أصلا تطلع ملك؟ ممكن في أول مرة تطلع ملك. طيب وتاني مرة ممكن تطلع كتابة. طيب مش ال5 بعد كده ممكن تطلع ملك؟ ممكن تطلع ملك، وتاني مرة تطلع برضو ملك. فبرضو لقيت إنك كتبت نفس الأربعة اللي أنت كتبتهم في رقم 4، علشان نفس اللي هيحصل مع رقم 4 هو اللي هيحصل مع رقم 5 هو اللي هيحصل مع رقم 6. طيب تعالى نكتب رقم 5. هنلاقي إن ال5 ممكن تطلع مرة مع الكتابة ومرة مع الملك، وبعد كده ال5 مرة مع الكتابة ومرة مع الكتابة، وبعد كده ال5 مرة مع الملك ومرة مع الكتابة، وبعد كده 5 مرة مع الملك ومرة مع الملك. كده أنا خلصت رقم 5. هعمل أنا بسرعة رقم 6 وأرجع لك تاني. دي كده السمبل سبيس بتاعتنا. طيب تعالى بقى ناخد ايفنت من السمبل سبيس دي. فأنا دلوقتي لو قلت إن أنا عايز الايفنت اللي بيظهر فيه ال H وال H مرتين، أنا عايز الحاجات اللي بتظهر فيها من السمبل سبيس بتاعتنا دي H و H مرتين. كم مرة ظهرت ال H وال H؟ أدي مرة، أدي المرة التانية، وأدي المرة التالتة. فكده الايفنت ده بيساوي 4 H H و5 H H و6 H H. ده كده الايفنت ده. طب تعالى ناخد ايفنت تاني. انا عايز الايفنت مثلا للارقام، او عايز ايفنت التي هتظهر الاول، ان التي هي اللي هتظهر الاول. تعالى ناخد الايفنت ده. هل في الجزء ده كده التي هتظهر الاول؟ لا، التي هنا مش هتظهر الاول. طيب هنا التي ظهرت بعد لما انا رميت الزهر على طول هنا. طيب كده انا معايا 1. ماشي، هنا التي هتظهر الاول؟ لا. طيب هنا التي هتظهر الاول؟ يبقى دي كده معايا 2. هنا التي هتظهر الاول؟ لا. طيب هنا التي هتظهر؟ كده معايا 3. طيب هنا التي هتظهر الاول؟ لا، هنا الاتش ظهرت الاول وبعد كده التي، يبقى دي كده مش معايا. طيب هنا لا، هنا اتش واتش مفيش تي اصلا، يبقى دي برضو مش معايا. طيب هنا بقى لا يا باشا، هنا التي ظهرت الاول على طول، فكده دي معايا. طيب نكمل. هنا هنا التي ظهرت في الاول، يبقى كده دي معايا. طيب هنا لا، هنا الاتش هي اللي ظهرت بعد الرقم. طيب هنا الاتش ظهرت بعد الرقم. طيب هنا هنا التي ظهرت، يبقى دي معايا. طيب هنا هنا التي ظهرت، تبقى دي معايا. هنا لا، الاتش اللي ظهرت الاول. طيب هنا الاتش اللي ظهرت الاول. طيب هنا التي ظهرت الاول. طيب وهنا ده 6 تي تي، تي ظهرت الاول. تعال نروح نكتبهم. اول حاجه كانت ايه؟ الواحد مع التي، والاتنين مع التي، والتلاته مع التي. دي اول حاجه ظهرت. الواحد مع التي، والاتنين مع التي، والتلاته مع التي. طيب بعد كده ايه اللي ظهر؟ بعد كده هنا الأربعة مع التي اتش، والأربعة مع التي تي. هو احنا غالبا كده نسينا لا، هو كده تمام. تعال نخش هنا. الأربعة مع التي اتش، والأربعة مع التي تي. طيب بعد كده 5 مع التي اتش، والخمسة مع التي تي. أنا هنا أهو 5 مع التي اتش والخمسة مع التي تي. نروح نكتبهم في الإيفنت بتاعنا. 5 مع التي اتش، والخمسة مع التي تي. طيب بعد كده 6 مع التي اتش، والستة مع التي تي. 6 مع التي اتش، والستة مع التي تي.
ده كده الايفنت بتاع التي ان هي هتظهر الاول. انا ممكن اعمل ايفنت الاتش اللي هتظهر الاول، ممكن يجي لك عادي هتعمل نفس الكلام. ممكن الايفنت ان الارقام تكون اكبر من الاثنين، او ممكن يجي لك ايفنت ان الارقام اكبر من الاثنين عادي، هتتعامل برضو بنفس الكلام. فكده نبقى احنا خلصنا جزء الايفنت وجزء السمبل سبيس. اتمنى تكون فهمتوا. لو ما فهمتش حاجه ممكن تكتب لي في الكومنتس، او ممكن تبعت لي على الايميل اللي هتلاقيه في الديسكربشن تحت، او ممكن ترجع تعيد الفيديو تاني. تعال نخش على حاجه جديده وحاجه اسمها الريليشنز. ايه يعني ايه الريليشنز؟ طب انا عندي الريليشنز دلوقتي عباره عن 3 حاجات، يا اما الاي انترسكشن مع البي، طبعا مش شرط الاي والبي بس احنا هنثبتهم يعني، يا اما الاي يونيون مع البي، يا اما الاي كومبلمنت. يعني ايه الاي انترسكشن مع البي؟ الاي انترسكشن مع البي يعني المشترك ما بين الاي والمشترك ما بين البي. يعني انا لو عندي الاي دي فيها 1 و2 والبي فيها 1 و3، فكده المشترك عندي في الاتنين هو رقم 1، يعني انا كده دي عندي بتساوي الواحد. طيب الاي يونيون مع البي، اليونيون يعني انا كل حاجه موجوده في الاي وفي البي، يعني انا كل حاجه موجوده هنا. طيب ايه اللي موجود في الاي والبي؟ موجود الواحد. طب هو دلوقتي انا عندي الواحد متكرر مرتين، اكتبه؟ لا، انا لو حاجه عندي متكرره مرتين سواء في الانترسكشن او في اليونيون بتتكتب مره واحده بس. فكده عندي الواحد والاثنين والثلاثه. طيب يعني ايه كومبلمنت؟ اللي هي بتتكتب بالشكل ده او بتتكتب بالشكل ده او بتتكتب بالشكل ده. يعني ايه الايه كومبلمنت اللي هي بتتكتب بالثلاث اشكال دول؟ يعني كل حاجه موجوده في السمبل سبيس الا الايه، او الا الحرف اللي مكتوب اللي انا عايزه. يعني انا دلوقتي لو اعتبرنا ان دي هي السمبل سبيس، انا عايز كل حاجه جوه السمبل سبيس دي الا الايه، يعني انا هعتبر نفسي ان انا مش هخبط على الايه. فكده اللي هيكون باقي عندي هو البي بس. هديك مثال عشان تقدر انك تفهم بيه في الاول. يعني انا دلوقتي لما اقول لك انا عايز المشترك ما بين الايه والمشترك ما بين البي، هل في حاجه مشتركه ما بين الايه والبي؟ لا، دي في دايره لوحدها ودي في دايره لوحدها. يعني كده الايه انترسكشن مع البي بتساوي 0؟ لا، اوعى الزيرو، احنا ما عندناش حاجه اسمها 0 تساوي فاي. مفيش حاجه موجوده، مفيش حاجه مشتركه ما بين الاثنين دول. طيب انا لو قلت ان انا عايز كل اللي موجود في الايه وكل اللي موجود في البي، اللي هو A يونيون مع البي بيساوي، ونفتح الكيرلي براكتس بتاعتنا ونشوف ايه اللي موجود. ايه اللي عندي موجود في الايه؟ هو رقم 2. طيب ايه اللي عندي موجود في البي؟ رقم 3. طب هو انا هكتب الخمسه دي؟ لا، مش هكتب الخمسه دي، انا عايز اللي موجود في الايه وموجود في البي بس. يبقى دي كده عندي الاي يونيون مع البي. تعالى ناخد اكزامبل تاني. هو كده في ريليشن واحده ناقصه، بس تعالى نسيبها دلوقتي. تعالى ناخد اكزامبل تاني. طب انا لو عندي اكزامبل زي ده كده، دي السمبل سبيس عندي اللي باللون الازرق او اللبني، والاس دي جواها كذا ست، وكل ست من دي جواها طبعا ارقام. طيب انا عندي الاي جواها الثلاثه والاثنين والخمسه اللي هم دول، اللي هي دي الاي الدايره دي كده، وعندي في رقم 6 جوه الاس لوحده، وبعد كده عندي الدايره دي اللي هي البي اللي جواها الاربعه والواحد، ومشترك معاها الدايره دي اللي هي السي المشتركه مع البي في الواحد، والسي دي جواها رقم 6. طيب تعالى نجيب الايه انترسكشن مع البي اللي هي دي. تعالى نروح نجيب دي. هل في حاجه مشتركه ما بين الايه وما بين البي؟ لا، دي دايره هنا اهي، ودي دايره هنا، مفيش حاجه مشتركه ما بينهم اصلا. فكده فاي. طيب الايه انترسكشن مع السي، هل في حاجه مشتركه هنا وحاجه مشتركه هنا؟ لا، دي دايره بعيده عندي، يبقى برضو فاي. طيب هنا بقى البي انترسكشن مع السي، هل في حاجه مشتركه ما بين البي وما بين السي؟ في حاجه مشتركه ما بين البي وما بين السي، رقم الواحد. يبقى هنا ده كده تساوي 1. طيب تعالى نشوف اللي بعده. طيب هنا بيقول لك انا عايز ايه يونيون مع البي. يونيون يعني انا عايز كل اللي موجود في الاي وكل اللي موجود في البي. حاضر، انا ايه اللي عندي موجود في الاي؟ التلاتة
وال2 وال5. طيب إيه عندي موجود في الB؟ ال4 وال1. يبقى يلا نكتبه 3 وال2 وال5 وال4 وال1. طيب بعد كده بيقول لك عايز الC يونيون مع الA. إيه اللي موجود في الA؟ ال3 وال2 وال5. وإيه اللي موجود في الC؟ ال6 وال1. يبقى كده 3 و2 و5 و1 و6. طيب هنا بقى، هنا بيقول لك انا عايز A يونيون مع B يونيون مع C. يعني انا عايز كل حاجه موجوده في A وكل حاجه موجوده في B وكل حاجه موجوده في C. طيب حاضر عينيا. كده عندي 3 و2 و5 اللي موجود في A. بعد كده اللي موجود في B ال4 وال1. طيب هل دلوقتي انا الواحد ده عشان هو موجود مشترك ما بين الB ومشترك ما بين الC اكتبه مرتين؟ لا، انت بتكتبه مره واحده، بتقول ان الواحد ده موجود. هل بقى هو لو مشترك في 3 حاجات هتكتبه 3 مرات؟ لا، بتكتبه مره واحده بس. لو اي حاجه مشتركه ما بين اي حاجه بتكتبها مره واحده بس. طيب يبقى احنا كده عندنا الاربعه والواحد اللي هي بتاعه الB. بعد كده عندنا الC مش هيكون فاضل فيها غير 6 عشان الواحد احنا كتبناه مره خلاص. طيب كده خلصنا اليونيون، حلو قوي. تعال نخش بقى على حاجه تانية. يعني انا دلوقتي لما اقول لك ان انا عايز الايه كومبلمنت، انا كده انا عايز كل حاجه موجوده في الاس الا الاي دي. يعني الستة دي هتكون معايا ساعتها. الستة دي هتكون معايا ساعتها. عندنا اول حاجه 6. بعد كده عندنا اللي موجود في البي ال4 والواحد. هاخد الواحد ده تاني؟ لا، انا خلاص خدته مره. وبعد كده اللي موجود في السي هو ال6. دي كده الاي كومبلمنت. طيب انا لو عايز البي كومبلمنت، لو قلنا هنا ان انا عايز البي كومبلمنت، انا عايز كل حاجه الا اللي موجوده في البي. طيب ماشي، تعال نبتدي بالاي. الاي هيكون فيها ال3 وال2 وال5. والسي هيكون فيها الواحد ده وال6. طيب ما هو الواحد ده موجود في البي، يبقى ما يتكتبش عشان انا مش عايز اي حاجه موجوده في البي. الواحد ده طالما موجود في البي وانا بجيب البي كومبلمنت ما يتكتبش. يبقى السي في الحاله دي هي فيها 6 بس. طيب انا كده باقي لي الستة اللي بره. انا اسف ان انا كتبتها 6 بره، انا ما خدتش بالي. فممكن نغير الستة دي ونخليها 8 علشان ما يبقاش في حاجه مشتركه هنا وهنا. ماشي، انا كده باقي لي ال8 اللي بره دي. نكتب هنا ال8. يبقى دي كده البي كومبلمنت. طيب انا لو جيت قلت لك ان انا عايز A B C كومبلمنت، هتبقى بتساوي ايه؟ ال A كومبلمنت وال B كومبلمنت وال C كومبلمنت تكون بتساوي ايه؟ انا مش عايز ولا عايز ال A ولا عايز اي حاجه موجوده في ال B ولا اي حاجه موجوده في ال C. يعني انت لما يجي لك كومبلمنت يعتبر انت بتعمل كده. شخبط عليهم، انت مش شايفه. انت ولا عايز حاجه موجوده في الاي ولا في البي ولا في السي. طب كده ايه اللي باقي عندي؟ مش باقي عندي غير حاجه واحده بس، اللي هي رقم 8 اللي براهم كلهم، اللي هو موجود في الاس بس مش موجود ولا في الاي ولا في البي ولا في السي. كده ليكتشر النهارده خلص. يا رب تكون استفدت منه وفهمت. ولو في اي حاجه واقفه قدامك سيب لي كومنت او ابعت لي على الايميل اللي موجود وهرد عليك على طول ان شاء الله.